صباح الخيرات. يعني ايه؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكون كل حاجه زي الفل وبخير وكل الدنيا متظبطه عندكم، وعرفوني برضو لان يعني الناس اللي بدات معانا في التحديات الفتره اللي فاتت. النهارده سابع اسبوع المفروض بيخلص، فايه تقييمكم الاسبوع؟ وكنت قاعده مادام في كشاكيل وحاجات كتير كده، فانا اكيد كنت قاعده بجهز لحاجه وشغاله على حاجه. كنت بصور فيديو ولابسه النضاره، اول مره اصور كونه بالنضاره، ولكن افتكرت ان احنا عندنا حلقة بكرة المفروض تتصور، والنهاردة الخميس يعني بكرة الجمعة المفروض تنزل الحلقة، فهنصور الفيديو وخلاص بقى. يعني وكنت قلت لكم ان الفترة اللي فاتت بما اني خلاص يعني تميت 25، فقعدت كده اكتب بقى واجمع الحاجات اللي احنا اتعلمناها والدروس ازاي شخصيتنا اتغيرت والحاجات دي كلها. فقعدت كتبت كل حاجة وفضيتها هنا. جمعت لكم بقى 10 حاجات. ما رضاش اكتر اكتر من كده بصراحة عشان مبقاش في رغي كتير، لكن في حاجة ناقصة انتوا اكيد عرفتم ايه هي، فخلينا نعملها ونرجع نكمل. ما اقدرش ما اعملش قهوه، حاسه ان انا مش قادره. لازم نعمل قهوه، يلا بينا. مش ماسكينها كده. لو سالتوني ايه اللي ما اقدرش اتخيل حياتي من غيره، هقول لكم ماي كوفي. خلينا نبدا باول حاجه على طول. في حاجه انا بكررها كتير جدا في فيديوهاتي وبقعد اقولها لكم كل شويه، ان احنا مخيرين. يعني احنا حياتنا اتكتبت كده كده، ولكن ربنا ادالنا حرية الاختيار في التصرف مع كل حاجة في حياتنا. ودي أكبر حاجة بتعمل شيفت حرفيا لدماغك. لو انت فكرت بالطريقة دي أو انت فكرت بالطريقة دي في أي حاجة بتواجهك في الحياة، في حياتك عامة، ازاي تتصرفي مع المواقف دي أو مع الاختبارات اللي ربنا بيحطها. احنا كل يوم أساسا بنصحى عندنا اختيار في يومنا، بنصحى نشوف احنا نقضي يومنا ازاي. عندنا اختيار، يا اما هنمسك التليفون يا اما هنسيب التليفون. عندنا اختيار، يا اما هنعمل كذا يا هنعمل كذا. يعني عارفه ان في ناس كتير جدا بتتفرج عليا هي اصغر مني، فعشان كده بجد باكد على المعلومه ديت. احنا حياتنا كلها اختيارات. احنا وقت وصلنا المكان وحاسين ان احنا ما كانش ضمن الاختيار ان احنا اصلا نوصل للمكان ده، احنا اتخلقنا كده وعملنا كده. طيب انت بقى عندك الاختيار، هتكمل حياتك ازاي؟ فدي اول حاجه واكبر حاجه تعمل بجد انقلاب في عقلكم لما تفكروا فيها، ان ده فعلا حقيقي وبجد يغير تفكيركم في حاجات كتير قوي. دي يغير حياتكم مليون في المية. دي كانت اول حاجة لازم تتعلموها، وانا اتعلمتها الحمد لله من فترة طويلة جدا، وبقيت يعني عندي خلاص اقتناع بالموضوع ده، وبقيت بشوف فعليا كل حاجة في حياتي انها فرصة. وما تشتكيش بقى، ما تشتكيش. يا ريت. انا بكره الانسان اللي بيشتكي، يا ربي. امم انا بكره الشكوى، بكره. انا ممكن اشتكي، ممكن اقول انا تعبانه، ممكن اقول انا تعبت، ممكن اشتكي مره مرتين. بس الانسان اللي على طول بيشتكي، ولو انت اصلا محيط بناس على طول بتشتكي، انسى بقى حياتك، يعني انسى. عقبال ما القهوه تخلص اقول لكم تاني حاجه. في فرق كبير جدا بين الحاجه، معرفتي بالحاجه اللي انا عايزاها، والسعي ليها. انا ممكن اكون عارف، انا عايز اعمل ايه. انا عارف عندي 1 2 3، أنا عايزة أوصل لكذا، أوصل لكذا وكذا وكذا وكذا. طيب إزاي بقى هاوصل ليها؟ أو الطريقة، في طرق كتير جدًا، في كذا طريقة تقدر توصل فيها للحاجة اللي أنت عايزها. فأنت بقى تختار أنهي طريق تستحمل كل العقبات اللي أنت بتواجهها عشان توصل للحاجة اللي أنت عايزها، واللي أنت عارف إن أنت عايزها. ففي فرق كبير أوي بين إدراكي للحاجة أنا خلاص، ودي مهمة يعني أصلًا إن الإنسان يكون عارف هو عايز يعمل إيه. ده اهم حاجه. يعني خلاص انا عرفت انا عايزه اعمل ايه، ازاي بقى هوصل له؟ حتى لما هوصل، هل هكون قد الحاجه اللي انا اتحطيت فيها دي؟ هل هستحملها واقدر اكمل فيها ولا لا؟ فمعرفه الحاجه اللي انا عايزها والسعي ليها حاجتين مختلفين تماما. هو احنا بنكتب وبنكرر وبنختار ايه الحاجه اللي انا عايزه اعملها، نفكر كويس قوي ازاي هوصل ليها، وهل هكون قدها لما هوصل لها، ولا هرجع اقول ان ده مش قادرة استحمل حاجة زي كده. هتستسلم مع العقبات اللي ممكن عشان ما فيش طريق سهل ابدا. يا ريت والله كان في طرق سهلة، كان الانسان حياته بقى احسن بكتير، بس مفيش طريق سهل ابدا ابدا ابدا. فلما تاخد قرار انك عايز تعمل حاجة وعرفت الحاجة انت عايز تعملها، كون قد بقى السعي ليها وانك تكمل فيها. وفي كلتا الحالتين ابدأ واشتغل في اي حاجة، حتى لو انت لسه مش متأكد قوي هل الحاجة دي انت عايزها ولا لا.
ما تستناش لحد ما تتأكد قوي، ابدأ، ولما تبدأ هتعرف ساعتها انت عايز تكمل فيها ولا لا. وعادي على فكرة، انا بشوف والله العظيم ان عادي لما الانسان يبدأ في حاجة ويحس لا ان مش دي الحاجة، بس بجد بجد يحس ان مش دي الحاجة، مش عشان بس وجدوا كام مشكلة، بس يحس ان في حاجة احسن، في فرصة اكبر ممكن وموجودة بالفعل، ممكن يغير عادي جدا، ممكن يحول الطريق. يعني باحس برضه إن إحنا حياتنا إحنا عايزين مثلًا نوصل له، هو هنا أهوّة، وإحنا عشان طالعين له ممكن تلاقي نفْسك عملت كده شوية، وترجع تعمل كده، ترجع تعمل كده، بس وأنت بتعمل كده أنت ممكن اللي يوصل عمل كده، يوصل بطريقة أحسن جدًا، جدًا من الناس اللي عملت كده على طول، من الناس اللي وصلت على طول، يبقى عنده خبرة يعني يكون مُثقل بحاجات أعمق بكتير جدًا من الإنسان اللي وصل بسهولة. وما تحقدوش على حد، لو حد وصل لحاجة بسهولة ما تحقدوش عليه، بالعكس قولوا الحمد لله، ربنا وفقه والدنيا معاه زي الفل، ربنا يوفقنا احنا كمان، الدنيا أرزاق يعني. والقهوة خلصت. طيب تالت حاجة بقى، وده اللي أنا عايزاكم كل شخص فيكم حاليا ياخد القرار ده معايا دلوقتي حالا، يعني امسك ورقة وقلم وقف مع نفسك كده وقول لنفسك الكلام ده: أنا هكسر كل حاجة أنا بخاف منها، مش هخلي أي حاجة بتخلّيني أحس إن أنا خايف أعمل حاجة معيّنة، كل حاجة أنا باخاف منها أقوم أعملها، بس خدوا بالكم ما تكونش حرام يعني، مش عبط هو، تمام، هاعملها عشان أبطّل أخاف. الخوف عامل زي السجن كده، بالضبط، هو إحنا سجن الخوف، إحنا ساجنين نفسنا في الخوف ده، فلازم نكسّره بجد، عشان هو يعني بيعطّلنا حاجات كتير أوي، 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 كانت ممكن تغيّر من حياتنا تخلّينا في فرص أكبر وكده، وإحنا مش واخدينها. كنت قُلت لكم قبل كده في فيديو إن أنا في يوم من الأيام من فترة طويلة، مش طويلة أوي يعني، أخدت قرار مع نفسي إن كل حاجة أنا باخاف منها هاقوم أعملها وآخُد لها خطوات حتى وأنا خايفة منها، عشان أبطّل أخاف، مش هاسيب نفسي خايفة من حاجة ممكن توصّلني لحاجة أفضل. فده قرار لمّا تاخدوه هيقابلكم كتير أوي تحديات فيه، إن أنتم لأ، أنا خايف، مضطرب، مش عارفة، مش مشكلة، قولوا لنفسكم يالّا هاقوم أعمل، يالّا باخاف أتكلم قدّام الناس، هاقوم أتكلم قدّام الناس، باخاف أتعرّف على نفسي، هاقوم باخاف أعمل وأروح أي مكان، هاروح وأعمل، تمام؟ بس أأكد، أؤكد وأؤكد عشان في ناس ممكن تعمل حاجات خايفة منها وفي الآخر مش هنعمل حاجة حرام يعني، الله يخليكم. رابع حاجة ودي مهمة جدًا، جدًا، ليها علاقة أكتر بالعلاقات، أنا كنت قرأت كده اقتباس كده وأنا باقلِّب في إنستجرام، ديّة حرفيًا لقيتها بتوصف بجد الحاجة اللي أنا باحاول دايمًا تكون أنا في شخصيتي وأعملها مع الناس، دي لها علاقة أكتر بالعلاقات، مكتوب كده بالضبط: المُتفهِّم يسبق المُحِب بدرجات. ودي حقيقة جدًا، هيكون عندنا القدرة على فهم الناس التانية وفهم طباعها وإدراك طريقة تفكيرها، إن إحنا نكون فاهمين البشر عامةً وطباعهم وأفكارهم وكده، ودي بجد أنا باشوفها أهم حاجة في أي علاقة أسرية، زوجية، بتنجانية أي علاقة، هي فكرة إن أنا أكون إنسان فاهم متفهم لشعور الناس التانية، ما يبقاش أناني بمعنى أصح، عشان في حب كتير جدًا بيكون أناني، وقبل ما تستنى إن اللي حواليك يفهموك لازم إن أنت تكون إنسان متفهم، أنت فاهم شعورهم، فاهم احتياجاتهم، وفي حتة حلوة أوي، 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 يا ريت بجد، يا ريت بجد نفهمها، ممكن ندّي فرصة للناس ولنفسنا إن إحنا نشوف الحب بعيون الناس التانية، ممكن. ممكن بدل ما نفكر دايما انا محتاج ايه وانا عايز ايه وانا مستني كذا من حد فلان معين، او هو مش بيحبني بالطريقه اللي انا المفروض اتحب بيها. انا بحس ان اللغه دي اول ما يعني لما طلعت في علاقات او في ناس دماغهم بالنسبه لي احلى بكتير قوي من ان انا اشوف الشخص ده هو بيعمل حاجه عشان انا والله دي لغه حبي فلازم يعملها لي عشان احس ان هو بيحبني بصراحه.
باحس إن أنا لو سِبت الشخص اللي قدّامي يحبّني بعيونه بطريقة اللي هو بيحبّني بيها، هنا باحس بالحب أكتر يعني. ممكن أفكّر في كده، ممكن أكون غلط مش عارفة بصراحة، بس دي الطريقة اللي ممكن الإنسان بجد ي ي أسيب أحب الشخص، صاحبتي أسيبها تحبّني بالطريقة اللي هي بتحبّني بيها، أشوف الحب بعينيّا. هي لمّا تعمل حاجة هي شايفة إن ده الحب وهي بتعملها، أنا كده باحس بحبها أكتر. أشوف الشخص اللي باحبه سواء بقى زوجي، خطيبي، يحبّني بالطريقة اللي هو شايفها إن ده الحب. طبعًا زي ما قُلت لكم لو في لغة تفاهم هاكون فاهمة حتّة زي كده، فهيكون في لغة مشتركة، فهاسيب الإنسان اللي قدّامي يحبّني بالطريقة اللي هو شايف إن الحب ممكن يكون بيها اتعرّف على الحب بعيون الشخص ده. وأكيد بقى يبقى في لغات بقى حب تانية عادي. النقطة اللي بعد كده واللي أساسًا مش هنعرف نعمل بقى كل اللي أنا قُلته فوق ده اللي قبل اللي قُلته الفهم والحاجات دي كلّها، غير لمّا نعمل حاجة زي كده وهي إن إحنا نحب نَفْسنا. أنا باحس أول طريقة، أول حاجة، أول مرّة سمعت فيها كلمة حُب النَفْس وإنك تحب نَفْسك بجد من فترة طويلة جدًا، جدًا، فترة كبيرة أوي يعني. استغربت أوي، يعني إزاي يعني إزاي أقول أنا باحب نَفْسي؟ بجد والله بجد كان عندي استغراب كبير جدًا، إزاي أنا باقول أنا باحب نَفْسي، إزاي أحب نَفْسي أصلًا، إزاي؟ دي حاجة غريبة جدًا. يا الله. فأول طريقة لشقلبة كينونة حياتك كلّها وحياتِك كلّها، إحنا على فكرة كل يوم بنختار، كل يوم بنشتغل على النقطة دي، هي فكرة إن إحنا نحب نَفْسنا. إزاي أحب نَفْسي، إزاي أكون متصالح مع نَفْسي، أتصالح مع كل عيوبي، أتصالح مع الحلو والوِحِش، أتصالح وأكون عارفة، أكون عارف عيوبي، أكون عارف مميزاتي. يعني برضه الحاجات اللي برضه كنت الأول باستغربها أوي، إزاي إنسان يكون بيحب نَفْسه وعارف كل حاجة حلوة فيه وبيقولها كده بكل أريحية ومبسوط بيها وبرضه عارف عيوبه وبيشتغل عليها. مُتفهِّم لكونه إنسان عنده عيوب وعنده مميزات، عنده أخطاء وبيعصي وبيتوب. مُتفهِّم وعارفين بقى قبل حتى التعرُّف على النَفْس والحُب النَفْس، الخطوة اللي قبلها إيه؟ نتعرّف على اللي خلقنا بجد، نتعرّف على ربنا. عشان مُجرّد ما هنعرف اللي خلقنا ونتعرّف على ربنا بأسمائه، بكل حاجة، هنكون فاهمين إنسانيتنا، هنكون فاهمين إن إحنا اتخلقنا إزاي واتخلقنا من إيه، بعدها هنكون فاهمين الناس كمان. فباحسّها علاقة متصلة، يعني باحسّها 1، 2، 3 فهمنا لربنا. مش هينفع أقول حاجة زي كده والّا لأ، بس قصدي يعني التعرُّف على ربنا، إن تكون عارفين اللي خلقنا بصفاته، بكل حاجة وخلقنا ليه وخلق ليه كل ده، ليه اللي إحنا فيه ده كُلّه. بعد كده نفهم نفسنا، نحبها عشان اللي خلقها، عشان إحنا بنحب اللي خلقها، فنحب نفسنا ونكون معترفين وحابينها، فاهمينها. بعدها تلقائيًا مع الحاجتين دول هتلاقي نفسك بتبُص لكل الناس. أنا في مرحلة في حياتي من زمان أوي لمّا أنا كنت في ثانوية عامة، قبل الثانوية العامة يعني كمان، والله العظيم كنت بامشي كده بابُص للناس مبسوطة، ممتنة على قد إيه إن أنا الناس دي يعني كنت مش عارفة، كان في حاجة غريبة أوي لسه حاليًا الإحساس ده ممكن ما يكونش عندي أساسًا، بس الأول أنا فاكراه كويس جدًا. كان بابُص لكل الناس بعين إن الناس دي ربنا اللي خلقها، الله يعني ما ينفعش أزعّلهم، ما ينفعش أجرحهم، ما ينفعش. كنت حاسة كإني باتعامل يعني مع الناس لأن ربنا اللي خالق الناس دي. كان في حاجة غريبة أوي. أنا حاليًا بجد مش حاسة بالحاجة دي يعني عندي تفكير مختلف. ولكن وقتها أنا فاكرة كويس أوي إن أنا كان نظرتي للناس كلّها إن ربنا اللي خالق الناس دي كلّها، فأنا باحب الناس دي كلّها عشان ربنا اللي خلقها بس، مش عشان حاجة تانية. مش مستنية من أي حد أي حاجة، بس مجرد ربنا اللي خالق البشر دول. تخيلوا ربنا خالق حاجة بتتحرك حواليّا كده ومبسوطة. في شيء كان رائع بصراحة، في إحساس كان رائع يعني أتمنى يرجع لي، بس هو حاليًا مش عندي. يبقى عندي ممكن من تجارب بقى والإنسان اللي عاشها بقى في ناس لأ، في ناس فعلًا مؤذية، في ناس مش عارفة إيه. بس وقتها كنت باقول لكم دايمًا تفكيرنا بيتغيّر، ومع التجارب والاختبارات والوقعات والاختبارات والتجارب اللي إحنا بيتغيّر كتير جدًا في حياتنا. عشان كده ممكن بعد 5 سنين آجي أشوف الفيديو فرق. باقول لكم دلوقتي
قولي يا آية لا ما ينفعش، لا ده غلط. كل حاجة بقولها بناء على تجربة واللي انا وصلت له اليه الان، عندي الان 25 سنة، فده اللي انا وصلت له بدماغي. ممكن بعد شوية لا، ممكن في حاجات كتير قوي تتغير، ما بقاش زي دلوقتي. فدي كانت سادس حاجة بجد مهمة جدا، هي حب النفس، نتعلمها. بحس زي ما قلت لكم بقى، اربطها ببعد كده، هنتعرف على اللي خلقنا، مين ربنا، خلقنا ليه، وبعد كده هنلاقي نفسنا بنحب نفسنا، متفاهمين مع نفسنا، متصالحين معاها، ونشتغل عليها. بعد كده تلقائيا هنعرف نتعامل مع الناس ونكون فاهمينهم. النقطة بقى اللي قلت لكم قبل كده، هنكون متفاهمين مع البشر كلهم وكل العلاقات اللي في حياتنا، وهكذا. سابع نقطة بقى، الحاجات بجد اللي غيرت برضو، سمعتها من زمان قوي قوي، هي فكرة صغر حجم مشاكلك. كان بيقول كده بالظبط، هي لو مشكلة قد كده، قد كده، انا اقدر اخليها قد كده. هي انا شايفها كبيرة، هفضل اشتغل عليها لحد ما اشوفها قد كده، وبعد لما اشوفها قد كده هخليها قد كده. طب لو انا عندي مشكلة اصلا قد كده، انا هخليها قد كده. صغر حجم مشاكلك، اطلع بره نفسك شوية، بص للمشكلة هتلاقيها صغيرة. للناس اللي بتلخص، ممكن تلخص تكتب لنا حاجات تحت يعني. تامن حاجة بقى، وهي ان احنا كل مرة الحياة هتكون مراية لأفكارك عن نفسك وعن الناس اللي حواليك. الحياة مراية لأفكارك، وهتعكس دايما كل حاجة انت بتقولها لنفسك. فخد بالك كويس قوي من كل حاجة بتقول، الكلمة اللي قلتها كتير أصلا، من كل حاجة بتقولها لنفسك، من كل فكرة بتقولها عن نفسك. كل حاجة بتقولها عن نفسك الحياة هتعكسها لك وهتحصل لك. خد بالك، خد بالك كويس قوي. تاسع حاجة بقى، نتعلم نكون مرنين. ايه رأيكم؟ حتى في الأفكار، عشان انا بشوف ناس كتير قوي عندها عقل متيبس كده، هو خلاص ده اللي في دماغي. انا انسان عصبي فخلاص هكون عصبي، انا انسان كذا فخلاص انا هكون كذا، مش عارفه مفيش كده. تعلم تكون مرن، حتى وانت بتسمع رأي حد معين هتعلم ازاي. حتى لو انا بسمع اراء، حتى لو انا بسمع واتفرج على فيديو، في ناس بتكون مثلا عندها عقلة معينة، لو سمعت حاجة معينة فلا، الحاجة دي بتخبط في حاجة هنا فما ينفعش، فابدأ انتقد. لا، ما انا اتعلم اشوف وجهة نظر الناس التانية عادي جدا، اكون حتى مرن في عرض الافكار، اكون مرن في تفكيري. يعني عادي ممكن يكون عندي رأي وفجأة اكتشف ان هو غلط، فيبقى عندي رأي تاني هو الاصح، عادي. حتى لما دايما في التخطيط، لما بنخطط سوا اقول لكم على التخطيط وهكذا، اقول لكم نتعلم نكون مرنين حتى في الخطه بتاعتنا، ونتعلم ان احنا ازاي ممكن نغيرها ونعدل عليها. يعني فيديو فات لما قلت لكم انا عندي روتين معين وعايزه اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، انا غيرت حاجات في الروتين ده فبالفعل عشان حسيتها مش مناسبه مع الحاجه اللي انا بعملها، هغير واعمل. فعادي انا ممكن اكون مرن، اتعلم ازاي اكون مرن. المرونه في كل حاجه خلاص بقى هتسهل علينا بقى، هتخليك تتغاضى عن فكرة المثالية أساسا. بجد كونوا مرنين يا جماعة، اتعلموا المرونة، لعبوا رياضة. النقطة ودي اللي سبتها لكم ممكن نختم بيها عشان دي مهمة جدا برضو لما ندركها، هي إن حياتنا مسؤوليتنا. بس حياتك هي مسؤوليتك، مش مسؤولية حد تاني. قول أمك وقول أبوك، خلاص يعني احنا كبرنا عن ان احنا نفضل نلوم كل حاجة في حياتنا وكل الناس اللي في حياتنا على حاجة احنا وصلنا دلوقتي. مشاكلك النفسية انت مسؤول تحلها، مشاكلك الاجتماعية انت مسؤول تحلها، مشاكلك الشغلية الشغل يعني انت مسؤول تحلها، مشاكلك في شخصيتك انت مسؤول تحلها. حياتك كده بكل ما فيها هي مسؤوليتك انت، فقوم بيها بقى، قوم بيها وتصرف. انت عندك مسؤولية دلوقتي، حياتك مسؤوليتك. تخيلوا ان الحاجات دي كلها انا بجد بقعد اكتب فيها واعمل فيها حاجات ليها علاقة بالمحتوى وليها علاقة بالتدوين والتخطيط الاسبوعي، وده برضو له علاقة بالسكريبتات وكده. بس شكرا 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 لو انتوا لسه لحد الان موجودين، بحبكم من كل قلبي. ممكن برضو تقولوا لي، انا كتبت الحاجات اللي انتوا قلتوها لي المره اللي فاتت في عايزين نتكلم فيها. ناس عايزه مثلا بعد الجامعه وكده، لسه متخرجين، لسه هتخرج من الجامعه، عايزه اعمل فيديو على فكره الناس اللي متخرجه من الجامعه، عايزين نبدا نشتغل على نفسنا والشغل وكده. والناس برضو اللي لسه متخرجه من الثانويه العامه ازاي بقى تستعد بقى للجامعه وكده، ان
عشان دي انا بحس كل فتره في حياتنا كلها عباره عن بجد عن اجزاء كده، بنخرج من حاجه ندخل من حاجه، وكل مرحله في حياتنا بتمهدنا للمرحله اللي بعد كده. فبحس كده اللي هو المرحله دي لو احنا ما خدناهاش مش هنعرف نكون في المرحله دي، فهي مراحل كده وتجارب بتتراكم على بعضها، وبنستعد مرحله بتؤهلنا للمرحله اللي بعدها. فازاي بقى نتأهل لكل مرحلة بعدها صح، ده مهم جدا. بس والحمد لله بحس بجد الناس دلوقتي احسن بكتير جدا جدا من الاول. في محتوى كبير كتير جدا مفيد، وبكون مبسوطة جدا لما بتفرج على حد بيتكلم وبينصح الشباب وينصح كفاية كلام. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، واتمنى لكم كل الخيرات وقولوا لي ما قلتلكوش على تقييم الاسبوع ده. استنى، ايه التفكير عشوائي جدا، بس خلينا اقول لكم. تعالوا نقيم سوا الاسبوع ده. هذا الاسبوع الحمد لله ربنا وفقنا. اوبس، مش مشكله، نقدر ننزل اجيبها نستخدم قلم تاني. 9/10. او اقول لك 9.5. الاسبوع ده الحمد لله الحمد لله. عارفين لما كنت بقول لكم على حته حاجه، في فرق كبير بين الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها والطريقه اللي احنا نوصل لها بيها. في النص كده بيحصل للاسف تضحيات، بنضطر للاسف نضحي بحاجات كتير قوي، عشان بحس بجد في المرحله اللي احنا بنكون بنسعى فيها لحاجات وعايزين نوصل لها، في حاجات جانبها بنكون احنا عايزين نعملها، خروجات عايزين نخرجها، قعدات نكون عايزين نقعدها، وللاسف مش بنعرف نعمل حاجه زي كده. حاسه اني هعيط دلوقتي، بس حتى نحاول. الكلام ده بقوله لنفسي كمان يعني. آم، م- نوازن على قد ما نقدر، وما نهملش في السعي اللي احنا بنسعاه ده الناس اللي في حياتنا، ونفضل نحافظ ان احنا نقعد معاهم ونتكلم ونخرج ونعمل ونتفاعل. مش بقى طول الوقت 24 ساعة قاعدين بنشتغل قاعدين بنعمل. الكلام ده لنفسي والله العظيم قبليكم يعني. بس شكرا الفيديو الجاي. باي باي.